جاهز نلعب مع بعض؟ جاهز. هسألك سؤال جاوب عليه في 5 ثواني بس. alright. ماشي، قولي 3 حاجات بتزود القشرة. رطوبة والستريس والناس بتحط زيوت كتير في شعرها. انا الرطوبة بتبهدلي شعري في الساحل. ده بسبب ان في فطريات اسمها ملاسيزيا بتزيد شويه فروه الراس، فلما بنمشي على شامبو صح يوجولي بيقلل الفطريات دي فالقشره بتتحسن. برافو. دورك انت بقى اسالك. ماشي، عندك 5 ثواني. ما توترنيش. ايه الثلاث حاجات اللي بتقول ان في التهاب في الراس؟ الهرش والقشرة الكتيرة وحمار اللي في الفرد. شطوره. عارفه ايه كمان؟ ساعات بيبقى فيه ريحه خفيفه كده، فلازم الشامبو يبقى فيه ساليسيليك اسيد عشان يشيل لنا الطبقه دي. اوكي، يلا دوري. قولي ايه اهم سبب بيرجع القشرة تاني للشعر؟ في 5 ثواني ولا اقول على طول؟ لا 5 ثواني. طيب، اهم حاجه ان الناس بتوقف العلاج بدري، المفروض أوكي. تمشي عليه لمده اسبوعين 3 مرتين 3 في الاسبوع. صح، انا كل حد اعرفه اول ما بيحس القشرة قلت بيوقف الشامبو. المفروض يكملوا اسبوعين 3. اوكي، دوري انا بقى. يلا. ردي في 5 ثواني. حاضر. ايه حاجات الناس بتعملها غلط اللي عندهم قشره؟ بيفركوا القشرة عشان يشيلوها، صح وبيحطوا اللي هي الكريمز او زيوت علشان صح. يشيلوا القشرة من فوق. فهنا المفروض يستخدموا بقى شامبوهات بتبقى فيها ساليسيليك اسيد او خفيفه على الراس عشان ما يحسوش الاحساس الحكه ده ويبقوا مستريحين. اوكي، تحفة.